أنهى مجمع سوناتراك إلى علم كافة الشباب المشاركين في مسابقة الانتقاء التي نظمت بالتوازي بكل من ولاية ورقلة، وتقرت خلال الفترة من 28 أوت إلى 2 سبتمبر 2023 الإعلان على نتائج المسابقة المخصصة لسد حاجيات 375 منصب شغل بالمنشآت الإنتاجية المتواجدة بالولاية ورقلة. شارك في هذه المسابقة 3262 مترشحاً، منهم 1762 من ولاية ورقلة و1477 من ولاية تقرت. وقد بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 84% مقارنة بعدد الاستدعاءات الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC البالغة 3909 مستدعى للمشاركة في هذه المسابقة. وقد أسفرت نتائج هذه المسابقة عن اختيار 315 مرشحاً وفقاً لترتيب الاستحقاق، منهم 211 فائزاً من ولاية ورقلة و104 فائزاً من ولاية تقرت. أما بخصوص المناصب المتبقية والتي لم تحظى بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة للمسابقة، فسيتم برمجتها ضمن مخطط التوظيف القادم.